تسمعون بعض القصص في المحاكم، يحلف بالله أحدهم وهو كاذب، فيخرج من المحكمة فإذا سيارة تصدمه أو يتعرض لأذى. وهذا كان قديما أيضا في عهد عمر بن الخطاب. يقول أبي قلابة وهو ثقة متوفى سنة 104 قال: خلع قوم هذليون سارقا منهم كان يسرق الحاج، قالوا قد خلعناه، فمن وجده يسرق فدمه هدر، أي أنهم لن يطالبوا بدمه لأنهم عصبته وجماعته. فوجدته رفقة من أهل اليمن يسرقهم فقتلوه. فجاء قومه الذين حلفوا، جاء قومه عمر بن الخطاب فحلفوا بالله ما خلعناه، حلفوا بالله ما خلعناه وهم كاذبون. ولقد كذب الناس علينا فأحلفهم عمر 50 يمينا، ثم أخذ عمر بيد رجل من الرفقة ثم قال: اقرنوا هذا إلى أحدكم حتى تؤتوا بدية صاحبكم. ففعلوا، فانطلقوا حتى إذا دنوا من أرضهم أصابهم مطر شديد فاستتروا بجبل طويل وقد أمسوا، فلما نزلوا كلهم انقض الجبل عليهم، فلم ينج منهم أحد ولا من ركابهم إلا التريك وصاحبه، أي رجل المتروك، وهو رجل قد افتدى بيمينه ب1000 درهم، رفض أن يحلف لأنه يعلم أنهم كاذبون، فلم يدخل معهم في الأيمان الكاذبة، فدفع 1000 درهم حتى ينجو بنفسه. فكان يحدث الناس بما لقي قومه. شو سبحان الله، يعني عاقبة الحلف الكاذبة واليمين الغموس لها عاقبة في الدنيا وفي الآخرة. لذلك الإنسان يحتاط في أيمانه، خاصة التي يترتب عليها حكم، أي أن تكون في محكمة أو يترتب عليها حق، هذه لا بد من الاحتياط أشد الحيطة.